المعلومة المؤكدة اللي عندي أو اللي وصلت لنا النهاردة بتقول إنه كابتن أحمد عبد الرؤوف اللي تم تعيينه النهاردة رسميا كمدرب مساعد لفيريرا هيكون له صلاحيات كبيرة جدا، صلاحيات المدير الفني خلال الأيام اللي جاية. الأهم إنه قد يكون هو نفسه المدير الفني للزمالك في بطولة السوبر. طيب ده في حال إيه؟ في حال لو السيناريو اللي جون إدوارد خايف منه إنه يحصل. طيب نوضح أكتر من كده. القصة ببساطة إنه الزمالك داخل على مباراتين في الدوري قبل السوبر. الأولى هتكون أمام البنك الأهلي إن شاء الله يوم الخميس الجاي، والتانية بتتكلم أمام طلائع الجيش، دي هتكون يوم الأحد 2 نوفمبر اللي جاي بإذن الله. فاللي احنا عرفناه إنه لو فيريرا خسر الماتشين دول القرار هيكون جاهز، هيتم توجيه الشكر له ويتولى المدرب أحمد عبد الرؤوف القيادة الفنية بدلا منه في السوبر في الإمارات بإذن الله. فعبد الرؤوف اللي بيحظى بالمناسبة بدعم كبير جدا من مجلس الإدارة وبعض اللاعبين، النهاردة ممكن يكون في الكواليس بيتم تجهيزه علشان يكون جاهز لأي مفاجأة، أي سيناريو مفاجئ قد يحدث. أحمد عبد الرؤوف يكون مدير فني في أي لحظة.